السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مطبخ أم ريان مع فيديو جديد وحلقة جديدة. وصفتنا اليوم اللي هما الدونات. نتمنى يعجبكم إن شاء الله يا ربي، وتعجبكم المقادير اللي هي بسيطة وطريقة بسيطة جدا وسريعة. وبالنسبة للدونات ما كياخدوش الوقت، دغيا كيتقلاو ودغيا تيوجدوا. نتمنى تعجبكم الفكره والطريقه كذلك، وندوزو نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير ديال الدونات ديالنا على بركه الله. بالنسبه للمقادير ديال الدونات ديالنا غادي نحتاجوا ليهم. عندي هنايا كاس من الحليب عادي دافئ، ما يكونش بارد. عندي هنايا بشور ديال الليمون حامض، كنت ديجا حضرته معكم في واحد العصير ديال الحامض. انا غنستعملوها. كان اللي ما عندوش كيستعمل غير الليمونه وياخذ القشور ديالها. عندي هنا 2 معالق من السكر الخشن او سكر حبيبات. غنستعمل مع 1 ملعقه غير صغيره ديال الخميره المعجونه. عندي هنايا 2 بيضات وقبصه ملح و2 ديال الساشيات ديال خميره الحلوى بيكين باودر 8 غرامات. وعندي هنايا فانيليا ساشيه وحده ديال 7 غرامات فاصله 5. عندي هنايا غادي نحتاج فقط 3 ديال المعالق من الزبده ديال المارغرين او الزبده للدا، انا كنستعمل للدا. وعندنا هنايا الدقيق تقريبا واحد 400 حتى 500 غرام ديال الدقيق، يعني كيبقى حسب البيض وحسب النوعيه ديال الدقيق، نقدر نزيد نقدر نقص على حسب. غنبداو على بركه الله باش نصوبوا الخليط ديالنا الاول. صافي غادي نغطيه بالسلوفان وغادي نخليه حتى يتفاعل ليا المكونات كاملين، ومن بعد عاد نضيف لها باقي المكونات. صافي من بعد ما تفاعل ليا الخليط ديالي نتوما كما كتلاحظوا معايا كيتفاعل بهذا الشكل هذا. غادي نضيف ليه 2 بيضات. بالنسبه للبيض اللي كانت بيضه كبيره استعملوا بيضه كبيره فقط. كان البيض غير صغير غادي تستعملوا 2 كما استعملت انا 2 بيضات صغيورين. جمعت العجين ديالي، ها نتوما مازال يلاه جمعتها شويه. زدتها واحد كاس من الدقيق كما قلت لكم في الاول. نقدر نزيد نقدر ما نزيدش. عندي هنايا الزبده غادي ناخذ طريف بطريف حتى ندخلها في وسط العجين، تكون على درجه حراره المطبخ باش تجيكم سهله فاش تجيو تدلكوها في وسط العجين.
صافي العجينه ديالي ها هي دي. من بعد ما دلكت فيها داك الزبده مزيان غادي نردها لنفس الجبابينه، غادي نخليها واحد شويه ترتاح لينا مزيان، ومن بعد عاد نطلقوها بالدلاك على بركه الله. من بعد ما ارتاحت ليا العجينه ديالي غنطلقها بالدلاك، ومن بعد غادي نبدا نشكل دوائر. نتوما كتاخذوا الشكل اللي بغيتو، يا اما قد هذا القياس ولا اكثر صغر من هذا القياس ولا اكثر منه. اللي ما كيتوفر لهاش هذا الشكل هذا دير زلافه وتقطع بها. صافي هادو هما الدونات ديالي، غادي نحطهم هنايا في هذا البلاطو. غنحطهم هنايا كاملين حتى نكمل الكميه اللي عندي، وهاديك الساعات نخليهم يرتاحوا ونتلاقاو من بعد باش نبداو في القلي ديالهم. صافي من بعد ما خمروا ليا الدونات ديالي غادي نشعل دابا المقيله على ما تسخن لي ونقص منها ونبدا في القلي ديالهم. خليكم معايا. صافي من بعد ما سخنات لي الزويته ديالي درت فيها هاد الصغيوري، انا ما رميتهمش خليتهم نصاوبهم لولدي. غنبداو على بركه الله. صافي من بعد ما كملت الكميه اللي عندي، هانتوما كتلاحظوا معايا كيجي داير، كيجي زوين، كيجي رائع بصراحه الله، مفشفش، كيجي غزال. صافي عندي جوج ديال الاختيارات، هي ما نزين بكونفيتور ديال المشمش، هذا اللي كيكون ديال الحلويات السائل، اولا بالشوكولاته هذه ذوبتها. غادي ندير جوج ديال الاختيارات وانتم لكم الاختيار. انا غادي نزين نص بكونفيتور ونص بشوكولاته. درت معاه واحد قطرات من ماء الزهر، غنديرو فوق العافيه يدفى لي واحد شويه باش يتطلق لي ونرجع معكم. صافي غنبدا نزين الدونات ديالي. غادي نكمل بنفس الطريقه الكميه كامله اللي عندي ونتلاقاو من بعد باش نشوفوا الشكل النهائي ديالهم. صافي شكلت وزينت نصف الكميه هكا وهكا، لكم الاختيار. بالنسبه للزين درت انايا الكوك، بغيتو ديروا داك شكلاط حبيبات اولا فيرميسيل اولا شي حاجه اللي بغيتوها نتوما كتشكلوا بها الدونات ديالكم. المهم هذا هو الشكل النهائي ديال الدونات ديالنا. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الحلقه، ونتلاقاو مع وصفه جديده وفيديو جديد، والى اللقاء.